زينة، هاي هاي أول بشار. شي، كيفك، شو الأخبار؟ تمام. ليش اشتركتِ أول شي معنا في Super Human؟ لما حكيت معك أول مرة actually من كم شهر كان عندي بطولة boxing و I wanted to build more muscle mass. إمم. Uh, I have been struggling with building muscle mass من وقت طويل, especially بالupper body. كيتا قلت لك بشار بدي عضلات أكتر. صراحة I am super happy. يعني I've had several personal trainers before ولا مرة ارتحت هالقد. يعني الكوميونيكيشن معك كان كتير سهل. The fact that I can reach you, يعني انه انا بالعادة كان عندي مشكلة دايما مع البيرسونال ترينر, I can't reach them. او حتى مثلا انه اذا بسأل سؤال مثلا silly somehow او ما كتير يعني مهم او سخيف إمم. بالنسبة له, بس بالنسبة لإلي انه لا, انا ما عندي الباك جراوند النيوتريشن اللي هو بيعرف فيها. The fact that you're always willing to explain, you always have the patience. انا دايما عن جد بشار شكرا لانك بتتحملني على اسئلتي البايخة. لا بالعكس، يعني هذا part of the program. الهدف إنك تتعلم، الهدف إنك تغيّر الhabits تبعتك. فاي ثينك this is يعني your skill. يعني بتخيل اللي كتير بتساعد مشتركين اللي عندك. طب شو بتحسي إنه من حد ما عملتِ هذا الprogram لهلّأ اتغيّر عندِك؟ يعني هلا مثلا I started with you, اذا بتتذكر we started بالبيت, فانا إمم. كان عندي قناعه انه مستحيل واحد يعني to build up muscle mass بالبيت. ف we both saw يعني كيف, لا بالعكس, I started actually to build up these muscles at home. I know يعني انا اختبرتها شخصيا انه لا, فيك تكون بالبيت وفيك تعمل التريننج تبعك بالبيت. The second thing هي كتير actually misconceptions اللي احنا بناخدهم من السوشيال ميديا. لا تاكل سكر, لا تشرب حليب, اشرب حليب, لا تشرب حليب صويا, لا تشرب حليب قمح, too much information. بالاخير بيصفى مع واحد ما عاد يعرف شو يعمل. I realized معك انه لا, فيه الواحد يفيق الصبح وفيه يحط ملعقة سكر في فنجان قهوة عادي. فيه الواحد ياكل قطعة شوكولا بالدايت تبعه عادي. احنا كلياتنا we perceive الدايت as it's a restriction. I realized انه هي it's more to give you a structure. It should be liberating بالنسبة لك. It should be something انه انت بالعكس, يعني هي مفروض شيء يساعدك مو شيء ليحرمك من الاشياء اللي بدك اياها. باتذكّر أول ما بلشنا أنتِ كنتِ خايفة ترفعي الcalories، لأ صح. ما بدي fats، ما بدي خايفة من الfats، ورفعنا الcalories كتير didn't gain any fat. No. and it was surprising like بالنسبة إلي, لأنه أنا بالنسبة إلي أنا متعودة إنه أنا كحدا حجمي صغير ما باكل أكتر من 1200 1400 كالوري باليوم. وصلنا إحنا 1800 900 فينا. 900 2000, أنا في أيام كنت عم باكل فيها 2000 كالوري. yeah. ما كان عم يزيد الوزن, يعني كان أساسا عندنا مشكلة إنه ليش ما عم يزيد الوزن يا زين. كُلي زيادة، باقول لِك أنا كُلي زيادة. انا قال له لبشار ما عاد في, يعني خلص ما عاد قدرانه اكل اكثر. وبعدين بلشت كمان معك, بلشت استوعب احتياج جسمنا. ممكن في عالم هي بتعيش على الكاربس بس ما عم تاخذ احتياجها من البروتين, ما عم تاخذ احتياجها من الفات. والفات في عالم بتخاف منه. انا ما بفهم كيف كمان انه في عالم انا ما باكل فات ابدا. طَب شو أكتر شي حسّيتيه تغيّر عندِك في جسمِك؟ الكومبوزيشن تبع جسمي تغيرت, عندي طاقة أكتر, طاقة أعلى, في نشاط أعلى, في مود أعلى صراحة. يعني حتى المزاج تحسن نوعا ما. فكمان يعني تمام, هدول الأشياء اللي الواحد ما ممكن يتخيلهم الدايت ممكن تأثر عليهم, بس هي إمم. كتير بتأثر. وخاصة يعني لحدا مثلا بيعاني من مشاكل اكتئاب, من مشاكل قلق, يعني كمان بتحس أنا حرمان اللي كنت عم حط جسمي فيه طوال الوقت عم يخليني بحالة قلق دائم يعني. وأنا كتير مبسوط إنه قدرنا في هاي الفترة نحصّل النتائج اللي وصلنا لها، وإن شاء الله more to come. عن جد thank you كتير بشار for everything. باي باي.